لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس ما قرآن الكريم سورة انشراح تفسير كشاف تفسير إمام الزرمخشري. سورة انشراح مكية وآيات ويجي 8 آيات. الله تعالى آيات الكريمة دا ألم نشرح لك صدرك قيم ونكر فرنكر جتر سنجتا، يعني استفهام إنكاري كم بن يعني ما سنجتا فراكر. ووضعنا عنك وزرك مداني جسر ملتا وبارك جرام الذي أو بارك أنقض ظهرك نقيد وكا قربين جيكي Denk مرقا وكو denk denk. بارز جرام Bar giran ve denk jeder. denk Keva بده. avi bare girane ku denk jeder te mevi bare haneka işte danani ya Resulallah. بار يا كو بشتا تابل بالنيدات كالقربين دنج جدارتك. ورفعنا لك ذكرك ما بلنكري اشترى ذكرتا نوبتا بعثتا ما بلنكري بر بعثتا تكرم ما بقيمة دار دايتا يا محمد صلى الله عليه وسلم. Damat ve ayeti her şey ayet da hakikaten insan düşünce ve halkı aleme Hazreti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tıkamazına vi çekiriye o tıkas yani je haskiriye o tiştekuş tükesira ne kiriye jivira kiriye. بالي. ألم نشرح استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار. استفهام كريج نفيا شرح كرني لسر وجه إنكار يعني قيمة نكر. وقت مرد تشكي جيكر أبك مرد ما مشتا أوا نكر يعني مشتا أوا كربو يعني ما أفاد إثبات الشرح وإجابه. إنكار استفهام ده إفادة كرن إثبات فرابونا سنگ راحت بونا سنگ اطمئنان سنگ ده إثبات كرني. كأنه قيل شرحنا لك صدرك. أفاد إثبات الشرح وإيجابه. بله يعني جبتيه يعني مكريها ما شركية. بله فكأنه قيل شرحنا لك صدرك يعني هروكي ببجة مفرك رجترى سنجتا، ولذلك عطف عليه وضعنا اعتبارا للمعنى. يعني دفردا ألم نشرحكم باستفهام هاني ووضعنا عن عطف بسر وكرية يعني معناوي شرحنا لك صدرك لو ما وضعنا باعتبار معناه عطف بسر وبكري. Yani şimdi bu mana evvel müsbete ama sanici müsbet olarak atfikir yapsayıyor. بله. ومعنى شرحنا صدرك معنى ويشي فسحناه مفرك يا قلبته حتى وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعا. حتى كو فرادية تخوضا قرتية غم وهم وكدر وسقنتية پیغمبرتیه يعني او زورلغه و گروه هانه و دخودا گرتیه دعوت کرنا این سو جنا ببال توحید و ببال دین خدا. İşte atab senevi vekiliye. Daveti atab sen nübüvveti veki yani hümumi hem davetu sakaleyni. بله. سيدات بردا يعني بي سنج مقصود جسنج نسنج يعني مقصود جسنج
ذهناوي قلبي عقلي روحي يعني وانا تبجي تنقص كرنا چونكي دبي ما قال لا إلا في تشهده ولولا تشهده لكان لا نعم. يعني رسول خدا أبقى حليم أبقى يعني التعريف أي إنسان نايكرني وصا أغر باشليكي وتجا إنسان رنا نبوتي پر حليم أنا پر أقول سليم. جبردا الصدر سيدا الكلمة بني الصدر بيجلك معناته يعني الصدر دبدا نه معنى السنج تانية يعني يعني الذهن عقل قلب مقصود بي أول هاتش مثلا تلا جبوكو سعادة بوركي جبوكو هاتش جسنتي جي منبع düşünce ve akla جوي دريتي خود طالع دبي السن يعني كو السن وابو هاتش وابوية. تمام أو يخش تمام بالي كلامك أو ما قو هكا وسع هموم النبوة ودعوة الثقلين جميعا أو حتى يعني ما فراكرية حتى احتمل المكاره التي يتعرض لك بها كفار قومك وغيره يعني حملة وان سقنتي كو اتشي ببا وانا عرض ببن وانا كافر قومته مشركي قومته وش غيره يعني او ازيات او خبردانات نخوش او تشتي او يعني موسى اخلاقك واوك دايت كل قارشي وانا تفتي حمل بكي صبر بك. يعني وكي كرسول خدا مجبور بتشو طائفة ومجبور بو هجرت كج مكة بالمدينة المنورة شكفت داخل شرط تحمل أفان تستراتيجي خد تعالى قلت اشترى أفان تحمل دايت. يجي معناوي أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم مفراكرية يعني بأو تشتك مكرية قلب تمدانية قلب تدا جزانين جحكمته وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع العمى والجهل ومزائل كرية جي أو طنقاي أو سقنتيا كو نزانيش كورايش بعلمية شدبا موياش قلبتا راكل. وعن الحسن ملئ حكمة وعلما يعني معنى فسحنا هاتية تشكرن بحكمته وبعلمه. وعن أبي جعفر المنصور أنه قرأ ألم نشرح لك سدا مش هذا بس شركة ذا بخينا شركة بري حكمة ليه دبي وقائلة لما عرضك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم فقلت زريني على غصتي فإن الهموم بقدر الهمم يعني قلت شمركي شما أفهمت كدرت غمت أنا وتتشد بيجي إشت أمرت خل بجيتنا شما تكدر لي أزنتي لي دبي مقول تركام بك أب تشكد برمدا دمينا ودخركام بدا دمينا وأزيت زحمتها من بقدر همما منه يعني تشقى همتها من مزنبة أبقى أزنتي وكدري مجي مزنن يعني demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem خدا ويتشقى مازن شكري أوقع أزنتي وكدر وأزيت وزحمت تيجي أوقع زدبونه يعني. سيدا همم زاني شهيمة دبي عالي الهمة فلان كسي هاني مثلا همتاوي مزنة همت بمعنى أماجة هدف غاية إنسان بهمته خود يفهم كرن إنسان كهمتاوي مزن به عالي الهمت به عالية كصافل الهمت بجي أو صافلة همت بمعنى هدف وأماج وغاية. بالي كرم. وعن أبي جعفر المنصور أنه قرأ ألم نشرح لك
يعني نشرح النبي ننشي حسفي فتحة حيل الجي خماية دلالة سر حسفة نونيدك بشكل هاني خواندية طبي أبيا برهر حالدا ناي قبول كرني وقالوا أنا بالكرة أبو منصور خليفة عباسية نواري أبي جعفر المنصور خليفة عباسية على قدروي قراش هدو أبي أصلاً دبا وجي يعني دبا جي أو بقارة زراويتنا بله وقالوا علماء قلتنا لعل بين الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها يعني دباكو حي طم مخرجي ويدار خستبها أوات تجي دبا خدا حي طم تشي كربه وإيك ساكرنا قلتنا بلكي بفتحي تخينا يعني يوصل وفتحة حي تشتكي أوننا يعني ألم نشرح وأكو حا طم دايكي جويش طريقي يقول ألم نشرح إنك وصل زانكر يا بل ووضعنا عنك وزرك ما جوا الوزر الذي أنقض ظهره أو جرانيكو بشتاوي بيت قربين دنجش بشتيت يعني باركي جرانك مرد بني دا زور لا مش ببا أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله مثلا يعني لثقله أو دنجكي كوجيتي وكتشكي أو جهاف بفلته جهاف دركبه يعني دنكي أصا دار دخاكو عم ببيجن أنقذه بمعنى أو دنجكو وكتشكي جهاف بفلته ودنجي دركبه ما مشكي بفلته أبيا مثل لما كان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيا مثال وكا أو تشتكو جرانت لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم را ضربوا مسألة يعني بالي ويغمه من فرطات أساس استعارة يا سيدة ليش ده؟ أساس استعارة يعني ووضعنا عنك وزر جناها رتقطني تشبيه ذكرى مشبه به كريه كويزرة تركا مشبه كو حملة بحملة باري جرانه تشبيه باري جران كريه بتشب بجناها ذكرى مشبه به هي كويزرة ذكرى مشبه كويزرة تركا مشبه ذكرى مشبه به كويزرة تركا مشبه كحملة حملة لام كيش ملام مشبه به ذكر كيف وضعناه وضع حملة راه يجويز راه تناية استعارة مصرحة يعني ما نسينا كلام مثلا لما كان يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تشتكوا جرام تلصدهاد لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغموه ومحزون ذكر ويغمجين ذكر من فرطاته قبل النبوة يعني أو تشتكوا جي تشيبونا بريا النبوة تشتكي نظام بو وياخذ سيدة استعارة مصرحة يا سيدة هي سيدة استعارة مصرحة لنا مقوخي أما ذكرى مشبه هي تركة مشبه به استعارة ما تنشيح وضعناه بالي يعني أو غم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم كو تشتكو بك خطائك وجيتشي بو بند بريا بيخنبر تيدا وبكربن حزني وأزنتي قضات بموانج سر تراك أو من جهله بالأحكام والشرائع
ياكد بري پیغمبرتی دا بحكمه بشريعت نظام بو او يوي محزون ذكرن او يوي غمگين ذكرن باري جراند كرمه او من تهالكه على اسلام اولي العناد من قومه وياخد جبرك رسول الله خب پر زيده ببر دخست وخب محزون ذكر او آيات كتبه باخع به نفسك يعني لعلك باخع نفسك على الا يكونوا مؤمنين. ها يعني جبركو وان او دوراوي اقربائي ومشركي مكه جبركو ايمان ندانيان رسول الله جي پر بيخو ازمشت كر بيخو غمگين دكر خدا دبه موي ازنتي و غمش سرته راكر او من تهالكه على اسلام اولي العناد من قومه وتلهفه تهالكي وتلهفي عطب سبب البيان تلهف شو اوجي معنى ازنتيا اوجي ازنتي وبرخستم يعني شغل تجري حتى وين نقطة بكون ده يجا وهو عنه ووضعنا عنك يعني وزكى ووضعه عنه يعني او ما بارد داني دانين تشي يعني ما تشش داني ووضعنا عنك وزرك يعني ان غفر له كواتيا تشتي كوجي تشي بوبن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهر تشت هاتيا غفراندني او علم الشرائع يغط ما تداهن كرن بالشريعة بوحيه او مهد عذره بعد ما بلغ وبالغ يغط قبول كرنا يعني عرس كرنا عذري وي پشتی که تبلیغ کر و ده تبلیغ داجی زیده اواخو یعنی تام تدا بشکل کی زیده تبلیغ بجیانی اویا گوشت سیدا هذا تمام ها تمام هذا عذره او چیه أو علم الشرائع أو مهد عذره بعد ما بلغ وبالغ كذا أو ذاتي أبي عول ووضع عنه أن غفر له أو ما خدب ما فرضت أو علم الشرائع إذا كنت أو من جهلي بالأحكام والشرائع إذا أو مهد عذره بعدما بلغ وبالغ أو من تهالكي على إسلام والعناد من قومي والتلافي أو جي خد بالبيدي ذلك أو معناه مهد عذره شيء يعني يعني عذري فراكر يعني دمك يكون تشتكي كماسيوي نمانا يعني تيكو بلغوا بالغية تبليغي دا برزة رسول الله أزيتو بزحمتي بوانا را مجادلة راكية هندي عزدي ويجي صاب راكية تشتكي لسالي نجدي بيتشه ده بيجبي ياخد تبليغ وظيفة سني ولا تلزم نفسك عليهم حصرات بالغت في التبليغ وألزمت عليهم الحجة ياخد تبليغ وظيفة سني yerine getirip bunda mübalağa etmesinin ardında mazeretinin kabul edilmesidir. İşte çıma lafz-ı mehdi yazma. بله وقرأ أنس
وحللنا وحطتنا دشونا وضعنا دا حللنا مذاكر وحطتنا يا مداني. وقرأ ابن مسعود وحللنا عنك وقرك وقر جيرانيا نا ما أو جبارة اوجي ما بارتا وقرانية سربشتاتا داني مذاكر. وجا ورفعنا لك ذكرك ورفع ذكره أن قرن بذكر العادة والأذان والإقامة والتشهد والخطب بلنكرنا ذكر بلنكرنا ونابت قدرته كخداي تعالى نابي ذكريات نابي خود كلمة شهادات داد آذان داد قامت داد التحيات داد خطبة داد خبردان داد. وفي غير موضع من القرآن أدهنك جيد قرآن دا ندجي يعني تقلق ما أطيع الله وأطيع الرسول مثلا والله ورسوله أحق أن يردوه أدبردا وخدا ناوي خو پیغمبر خو كريا أطيع الله ورسوله دساجي ويغط وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول دساجي يعني بنزري فيات تشنجي قرآن داجي خدا تعالى ناوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ضايا بر ناوي خوب ناوي خورا ذكر كريا. وفي تسميته رسول الله ونبي الله نفضايناوي بپیغمبر خدا بنبي خدا. ومنه ذكره في كتب الأولين evet peygamberin de halk nabivan zikir kema peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli ya Nebi Allah ya Resulallah bu vasfı zikirdik yani. بله وذكر كرنا نبي رسول الله كتاب أول دا والأخذ على أنبياء وأممهم أن يؤمنوا به وخدا سوزگرتناش پیغمبر اوش امتی وی کوی پیغمبر هانه وره ونه ایمان پی بینن کل هر پیغمبر کی دا خدا سوز جوان گرتیه آوانا تف بلنکرنا ناوی وینه داینا قیمت و دهره رسول الله صلی الله علیه وسلم. فإن قلت لك هو المعنى مستقل بدونه المجن ألم نشرح صدرك يعني بلك يشخو معناه تماما معناه لك دويدا فايدة وهي شما لك دويدا هي تلك ما في طريقة الإبهام والإيضاح ورفعنا يعني السر مبهم يعني ورفعنا ذكرك تماما ورفعنا ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح صدرك يعني بله بالتبدا لك هانية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك يعني قبلك شما هي ما في طريق الإبهام والإيضاح زيدابونا بيضا إبهام قبل بيجا كأنه قيل ألم نشرح لك قيمة فرانك رجترا أو قد بدا إبهام كي ما تشفرك ففهم أن سمى مشروحا تشتكي كواتيا فراكرن هي ثم قيل صدرك يعني أو تشتكي ما فراكر اشترى سنجت هي علم مبهما يعني أو صدرك دافع كرن أو تشتكي مبهم بو نشرح لك ما فراكر اشترى أجافيا وي أو راكر وي إبهام راكر وكذلك لك ذكرك وعنك وزرك أو جواك فإن مع يعني أنا هالشيء تام إبهام تدهية ما بعد وان وإبهام راكر بله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا مع إن هي بقل سقنتي وطنقاية فرايكي وبهر محقق بهر طنقايكي را فرايكي هي سلا في آيات كريمة جير مرقر دقاق مكة
يعني رسول خدا عليه الصلاة والسلام هي المكية آيات مكية المكية نازل بيه düzenama Mekke'de halkı alem edip ki tamam sıkıntıya tebin fakat evi paraya tekiye. Yani peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem te Medine Münevvere o dümine o peki galibiyete o fetha Mekke çedbe elbette ki tesir ki mazın ser İslam çebiye ve Teala ve tesiri anacı Müslüman abdemiye serkerini. آمين. فإن قلت كيف تعلق قوله فإن مع العسر يسرا بما قبله يعني باغلانتيا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك رتشيا قلت أزيب بجم كان المشركون يعيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالفقر والضيقة مشركي مكة عيب دار ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكرن وان بشوك دين بديتنا وانا بفقيري وسقنتي دا وان بي عيب دار ذكرن حتى سبق إلى وهمه حتى كو يعني دوهم رسول الله دا أفتشب وأنهم رغبوا عن الإسلام يعني وانا برخ الباط خنج إسلامي ناكفن دين إسلامي لافتقار أهله واحتقارهم جبوك أهل إسلام مسلمان ويشاغي ودنما كون نوبون مسلمان فقيرية داد ضرورات دابون جبر فيا وانا إسلام قبول ناكن لوهم رسول الله دا تشتكي أواشي بو فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم أجا خدا ببير رسول الله خست أو تشتي والنعمة بول والنعمة آشخ كرسول خدا دابيه خدا والنعمة ببيراوي خست يعني وان نعمت وكب يعني خلاص بناش فقيرية تاني ننا وان نعمتك دنيجي ما وانتف ضايته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك يعني ورفعنا لك ذكرك ما زكيت مازن كده كده ذكر خدي بكين ذكر محمد تكرني هيك تمسك شيء هاد پشتوانا دا علماء خدا قو فإن مع العسر يسرا كأنه قال خولناك ما خولناك وقال بشه أعطيناك ما أعطيناك يعني مدات أو تشتك مدات فلا تيأس من فضل الله تشفضل خدا به بأمود نبه فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسرا محقق دقل وي سقنتي وزورلغيا كون انا تيدانه دقل وي فرايكي شي هي فإن قلت إن معالي صحبتي قبكو أم ببيجن يشترن يعني بفيف تنغايرة فراي هي هردو قرب هابرا بالمصاحبة أيضا فما معنى اصطحاب اليسر والعسر أجا معنى ويتشاوشت ويتشاوى هردو بهابرانا قلت أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب يعني إرادة كريا بفيا خدا كمحقق خدا بقي جنوان إصابة وان بك فريكي دبشت يعني فريكي زمانك نيزيك ده يعني به تنگایت زمان که نزدیک تا ابقد و فرایی بر سیدا تشکیل اشارتیه يعني كو أبي فرایی جبو كو أبي دريج بمزن با وحتى أبديا سعادة أبدية جي ده هندك جبو زمان الدنيا أزيتا وجبو كو هندك بتشكا كيه سانكي أبيز غابونا سخنتيه همن بفرایی راوي همن فرایی بفي سخنتيه هما بيرايه يعني سخنتي بخوجي سبب چیه سبب فرعیه چی بخواد طالع حقیقی سخنتیش دیده مروا القرشي بي برتشكي عندك o zaman بي برتشكي عندك لو ما قلت هم بيرايه فقرب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر اجا خدا نزيك كريه افرعيه كو ده همن ده پشته تنگایی دا تی وکا کوپیرا وکا دناف و تنگایی دا فرایی هوا
زيادة في التسلية وتقوية القلب. جبوكو دها زيادة تسلي بدا رسول خو ودها زيادة قلبي وي قوات بديكي قضاء تعالى وتيا بيرايا يعني فرايب تنغاية رايا. أبيات تشكي تدا يا سيدا أبيات بير خداش بيغمبر أدبي أين أمتا وجي بيراي ما هذا سمجي فلا يجبو رسول الله فلا يجبو أمتا وراي. آية جنال الأنعام انت. فإن قلت ما معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين، يعني عسر كي سقنتي وطنقاي كي للدفرية غالب ناي، وقد روي مرفوعا واتي رواية كرند صادمكش ابن عباس ابن مسعود نعم مرفوعا يعني بيغمبر سيدا يعني فانا إسناد كرنا بالبيغمبر أنه خرج ذات يومين وهو يضحك. رسول الله روكي دركت ودكانية تبسم ذكر ويقول ودقو لن يغلب عسر يسرين، عسر كي غالب ناي جد يسرى طنقاي كي غالب ناي جد فريارة. أجا أبيا تشوا بكا ببيجات ببيجي بيا تشوا تشيد با قلت يا زي ببيجم هذا عمل على الظاهر. أبيا لسر ظاهر بشكل هانية عسر كي دنا بينا دو يسرى هذا يعني دبشتي تنقاي دا مطلقة فريكيه، وبناء على قوة الرجاء. قلت هذا عمل على الظاهر وبناء على قوة الرجاء. وبناء على قوة الرجاء وفيها بناء على سر قوة أموده، يعني محقق هي بشتبت فرطنغا يهان دا فري. بالي الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ. دنگی من رجب تبرینه جاء تشتكو قضاء دنگم تبرين لا جانب تبرینه هي تزوج سلسبي شبيه إن شاء الله ينبرين كلام كه أو تشتكو قضاء وعد بك قضاء ببجة ناي حمل كرن إلا تحمل كرن لسر أن خشكو بجيتي همد اللفظ ده وما يحتمله اللفظ وأبلغي ده زي تري وي لفظ يعني تشتكو خدا بيجا أن تشتكو خش بجيورة أوه تحمل كلام سلبي والقول فيه أجا قلتن دفردا أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية قبل أن بيجن عسر دي يسر عسر كيش دي يسرار غالب نهي أما بيجن احتمال هي أن تكون الجملة الثانية تكريرا للأول، جملة ثانية تكرار إعولة كما كرر يا كما كرر قوله فويل يومئذ للمكذبين. شو ويل يومئذ للمكذبين دوي سورة أودا برات يتكرار قلت أطول يعني ستخمنتكم سورة مرسلات سورة المرسلات أبيا شو ويات يتكرار كرن لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلب. جبوك النفسي دا قلب دا جي بقرن قرار بقره هاتية تكرار كرن اف جملة إن مع العسر يسرا أو جي تكرار يعول كما يكرر المفرد وشوى يكرر المفرد في قولك شوى تكرار كرن مفرد دقوتنا تدا تدبي جاني زيدون 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 يك بالتانية مفردة وتدجرة تكرار دكي أفجي وكوية بنزري ويا ودباكو وأن تكون
أولى عدة دبائي كوئي أول إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا دباكو إيه أول صوص كبا بأن العسر مردوف بيسر لا محالة. يعني صوص كي كل عسر دبشتي ويدا همن فريها يا بشبه با لا محالة. يعني تشك شبهتنا كد همن دبشت همن دبي تنقايدا فريها. وثانية إذ دواجي عدة مستأنفة بأن العسر متبوع بيسرين. أجا دواجي إن مع العسر يسرا جملة مستأنفة بسرخو كأن ببجن عسر متبوع تي طابع كرني دبشتي ويدا تي بيسرين متبوع ب فهما يسران على تقدير الاستئناف وشاغي عسر بتكرار يعول عسر ضدويا ويسر جي بندحب. يعني السر تقديره كأن ببجن إن مع العسر يسرا جملة مستأنفة. وإنما كان العسر واحدا إجا شما عسر دبيك لأنه لا يخلو شنك إنا خالية إما أن يكون تعريفه للعهد يا ببجن أب عسركم معرفية أب ألف لام وي ألف لام عهد زينين وهو العسر الذي كانوا فيه. يعني أو عسرك أنا بيخنبر وصحابي نافضانه فهو أو تنقاي بخويا لأن حكمه حكم الزيدين في قولك كنت تبيجي إن مع الزيدين مالا إن مع الزيدين مالا. تأكيدا يعني زي جبوك معرفة هردو يكن أما مالا جبوك نكيرة أيري أيري. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحد يجي أن بيجن ألف لام جنسين أو جنسا كو هركس دزانوي أو هانيتشيا وهو أيضا فهو أيضا ديسا أو كو هركس دزانا أو عسر بخويا. وأما اليسر فمنكر إذا يسر بنكيركي هاتية متناول لبعض الجنس أو شامل سر هناكي شوي جنسيتي يعني تمامي ويننا. فإذا كان الكلام الثاني مستأنفا غير مكرر فقد تناول بعضا غير البعض الأول بغير إشكال. أقوى كان ببيجن جملة دويا جملة مستأنفة وشاغي شامل سر بعدك تيك أو بعدنا بعد أولى. يعني أو بلما كو يسرى ضدويا شامل تي لسر يسرى أول ننا يعني فرق ليه بإشكال أبيا معناه وقت سيدا قوا كنت جاء الرجل وذهب الرجل كنا كيرا هر دو رجل آيرينا. أما جاء زيد تدبي مثلا منين جاء زيد أكو زيد معرفة به هر دو يكن تتكرار جدي هر دو يكن. أما كنا كيرا جاب آيرينا. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ويبل مالي. فإن قلت فما المراد باليسرين جمعت جهردو يسراك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا. ود حديث ده شي ماجو عسر كي غالب نايل الدو يسرا معناه الدو يسرا مقصد الدو يسرا چيه؟ قلت يجوز أن يراد بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أو تشتيكوا خضاء راحت كر ميسر كرج فتحات زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده وما تيسر لهم في أيام الخلفاء. وأو تشتيكوا خضاء ميسر كرد دنما خليفة ده. ويغد وأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة فريا الدنيا وآخرته لما يسرين أنبش كقول تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. يعني ون
خداش مشرك عرب يعني خداش پیغمبرات بیش مشرک عرب بیجه يعني بكلانتيا ويكون لسرمد او كدانه الا يك جواناه يعني يا شهادات يا ظفر يعني هر دوش مرا باش وهما حسن الظفر وحسن الثواب. فإن قلت فما معنى هذا التنكير؟ إجا ما قول يسر نكيركيات يا معنوي شيء قلت التفخيم معنوي تعظيمه كأنه قيل إن مع العسر يسرا عظيما وأي يسر أرتق يعني يسر تشد براب معنوي دبش بالطنقاية هاندا فريكي مزن هيا أرتق وفريكي تشد براب وهو في مصحف ابن مسعود مرة واحدة يسر يعني إن مع العسر يسرا أوقع فإن مع الدجر تنبنا مكرر بله فإن قلت فإذا ثبت في قراءته غير مكرر قراءة ابن مسعود دا تكرار نات بكرر الذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه إنه لن يغلب عسر يسرين. إذا بكي كنت قراءتي ويدا مصحفة ويدا يك جار كاتبت دجارة تكرار نبوبة ومعنى قولي وي كتبه اگر عسر بكبه شقكي بكبه قلككي يسر طلبه يبكى لباي هر حتى داخل سروي عسر هاني ببه وعسر كي دو يسرا مغلوب ناكه بكي فيا چما قلت يا ابن مسعود قلت كأنه قصد باليسرين أزي ببجم سانكي قصد ابن مسعود يسرينا في قوله يسرا من معنى التفخيم يعني جبوك أو معنى تعظيم هيا يسرين دا قصدوي جوي تعظيم معنى يسرين بيقوت يسرين ويشاغي فتأول بيسر الدارين يعني تأويل كريه أو يسرى هاني بده يسرى دنيا يسرى آخر وذلك يسران في الحقيقة إيقا هم دنيا هم آخرت به أوجد به بيسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب واختاءك تفالا بوي فانصب يعني دست تجيشكي فالا بو شابلامیش ببه دست بتشتکی دنه بکن و الى ربک فرغب و والایا خو ببال رب خدا بده يعني زمان خوی دنه داجی میلا خو ببال رب خدا بده. فإن قلت كيف تعلق قوله فإذا فرغت فانصب بما قبله إجا باغلانتيا فيو جملة بارد شيء بهابرا قلت لما عدد عليه نعمه السالفة ووعده الآنفة واختاك خدای تعالى جمرت وان نعمتك دبرد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كربو واختاك صوزك دعانا داتشتك إبرا بك فإن مع العسر يسرا وي صوزي دا بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنسب فيها بر ويدا باشيان رسول خو بسر شكرا وان نعمتا و چابايا د عبادتا و ازيدينا دوي عبادت دا يعني نسكنا دوام بك وان يواصل بين وان يواصل كلام كثيرا بزردا يعني خود تعالى يعني بأمر پیغمبر دبید عبادتهم دا تعبه ببینه يعني اجته ببینه عبادت راحت منه يعني زور باشي بك برا بقدين عندك ما وقت ما بنه وأن يواصل بين بعضها ببعض يعني يعني شهاب نقتين هاويا قديا دست بياك هاويا قديا دست بياك بوشلغية خدا فراغ حسناك
ويتابع على أن لا ويتابع ويحرص على أن لا يخلي وقتا من أوقاته منها. عبادة. لباي هابك وحريص لسر وقتك وقت خو فالا نيلة يعني أو قد يافيا قد يافيا يعني فإذا فرغ من عبادته زنبها بأخرى هم أنت بشتي ودا يكيد البيباب زالكين بكدوف جرى. وعن ابن عباس فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد في الدعاء وقت المجة قد يجا شبا دعاء بك. وعن الحسن فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة ارد حربي ضب واحد قديا دس بعبادات بك. وعن مجاهد فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك فإيش خوي الدنيا قدام دس لميجيبك. وعن الشعبي أنه رأى رجلا شعبي إنسان أكيد الظلامك يشيل حجرا كبر ضابط هواء فقال ليس بهذا أمر الفارغ إنسان يشيل التنى بناتي أمر كرم بفيت اشتهاني كبر وما كبر بابيشه. وقعود الرجل فارغا من غير شغل وناتي أمر كرم رنشتنا إنسان بوش بخبط أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه. ودي ناتي أمريكان إنسان كمشغولية وبتشتي كفايدة دين ودنيا ويتدتنا بوي مشغول. أنا في ابتداء الرجل فارغا جودة بابتداكي بغي نجبك حبدو بقرأهم من سفهي بخبر شو سيدا؟ أو بابتداكي بغينا خبري شفارته. وقعود رجل فارغا من غير شغل واشتغاله بما لا يعني في الدنيا أوانا من سفه الرأي وثقافة العقل واستيلاء الغفلة. بله رونشتنا إنسان بوش بمشغلات وياخد مشغلات إنسان ده تشتكي فايدة دين الدنيا ويتدتنا من سفه الرأي جرايا بقى أحمقين وثقافة العقل بعقلتنا واستيلاء الغفلة دم غفلة ويا قرتيا سروي إنسان هاني. ولقد قال عمر رضي الله عنه إني لا أكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرته. أذكرينم كأسبابينم ياكي جواد بوشبة و سبهللا سانكي أوجب معنا باشي بوش يعني تشكي ناكا ند عمل الدنيا دا بين العمل آخرته دا تأكيد بله. وقرأ أبو سمان فريختا بكسر الراي وليس بفصيحته يعني بفيات تشتكي فصيح لنا يعني بفيات تشتكي عربية فصيح لنا لينا بكسرنا بكسري. ومن البدع بدعية ما روي عن بعض الرافضة أنه كره فانصب. من البدع بدع التفسير يعني شيء غريب التفسير بدع يعني شيء غريب يعني غريبة يعني كتبه ما روي عن بعض الرافضة بدعته سنته أو تفسير لا ما أنا رجب ما روي عن بعض الرافضة والله من البدع تشتكي نويا بالكيشة الرافضة شعارات بجلهم بديع يعني تمام ما نقولش بروي نقول له ما نقول من بداية ببدعته لا بل درباس ومن التفاصيل البدع يعني شنجرة درباس بها دوجي ما فضي ومن بدع التفاسير آجا دمش تشتكي نويا بینام على رجب دعا خوشتره هلا پیش دارن اننا عبارتنا وعلين ضررناك قرانا بالمعنى سيدان ما بدع نجار كي كنت كشافلات يا شنجرات يا من بدع التفاسير الهرن ومن بدع التفاصيل والله يعني بدع التفاصيل بجا عبارة فاشل من بطار الكرام
دبيتي ده معناه بدع تشتكي نوية يعني تشتكي ترتيبه ده معنى بدعي برده هرا درنجي وقت ما نمال ما روي عن بعض الرافضة كواتير ويذكرون هناك الشيعية أنه قرأ فانصب بكسر الصاد بأمر خواندنا كسر الصاد خواندنا أي فانصب عليا للإمامة وكقضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كربه بتبع عليه بك أو خليفة بشتي خدا ولو صح هذا للرافضية اگر کو جبو شیعیه اف معناها هاني صحيح با ويشاغي لصح للناصبية كذا ان يقرأ هكذا ويشاغي ناصبي جاكينه ناصبي ابيكو يعني نيارتي حد او انا يشداو او انا جي خوارج سيدا يعني انا او اجا او دكارن او جبيجن فانصب يعني بتشكلينا اجا ابو بكر يا عمر يعني مثلا او اجا شكي فانصب دبي ويبتشكلينا ويبكى امام امام علي الوذا المقدر كنا ويجي عمر وابو بكر مقدر لا تشكي دنيا دبي إجا كدبيج بداعي تفسيره يعني ناس بداعي الدين يعني بداعي الدين ده إحداث أمرك كناش دينه إجا بداعي تفسيره جي دمك أوي ناي العقيدين يعني تشتكي كل وي تفسيره ناي مرو رابع تفسيره ده بداعي شيكه ناكد الدين ده شيكه يعني ظلام السيدة يخمر أبي نجار كي أسلم أنا وجدت شو ما خبرنا دي دتشنج على تفسيره كل لما شريك بجام نكه قبول نكه دبي أبيا من بدع التفاصيل التفسير كغريبة معنى كغريب ليخصنها أز قبول تمام أقل من ناقرة أوصل بها يعني معنى بله دبي بدعتlar cümlesindendir. No أو غلط سيدة بدعتlar يعني بدعي تفسيري وبدعي الدين قارشترميش لكن بدعي دين ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني تشتكي وصا تشيكي إذا بدعي تفسيري يعني المعنى تفسير بتشتري ناخذ مرة رابع وي معناه بدا تفسيري يعني أوصى معنى غريبة يعني بقى مناقة كلامك قبل القلم جمعون فيها صحيح بقى ويشغل صحة لنا هكذا يجعله أمرا بالنسب الذي هو بغض علي وعداوته إيه أبيض بيتشي يعني ويشاغي ناصبيجي يبقى بمعنى فانسيب بقرنا تشتكي بدانينا أو تشتكي دبا سبب بغض علي يعني ودنا يرتي علي تمام يعني ابو بكر دينا وعمر دينا يعني مثلا فانا دين فانسب علي دينا بعدين فانسب ابو بكر دينا عمر دينا يعني جبركو دويدا تشتكي بالتنا فانسب امر باجي كيش خلقوا اخو يورم كيف يعني تبي معناه بديكي تو عيني ويتش دلسه هوالي خو هوالي تشكر بمعنى ليه وصل غوصه بيجا ابياجي جبوك مفعول فانسب تنا يعني هذا تعيين معين لنا يعني هذا كي عليه قدر دينا بري دينا لا طبعا بله كلامك وإلى ربك فارغب أي واجعل رغبتك إليه خصوصا رغبت أخو برداين أخو داخوزي أخو بدأ ببال رب خبا ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه ونخوزي إلا فضل خدا بخوزي توكل أخو بدأ سر خدا وقرئ فرغب أي رغب الناس إلى طلب ما عنده تشويق إنسان بك ببال طلب كرنا لبال تشتي ببال خداوا فالإنسان طلب بكن تشتي كل جم خدايا طلب بكن تشويق إنسان ببال ويباك من قرأ على النشرة شو سيدا؟ بقول كلمة متعدي يعني فرغب أي رغب الناس رغب أنت مفعول مقدر كبير فرغب أو فرغب لازمي إذا فرغب مو متعدي
من قرأ لم نشرح فكأنما جاءني وأنا مختم ففرج عني. بله. أصابكم الله خيرا جزاكم كثيرا. الله خير.